السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم فيديو جديد فاخر من الآخر. وبتدور أحداث الفيلم عن شاب بيخطفوا منه حبيبته، لكن بيتدرب ويتحول لأسطورة في الفنون القتالية. ده ملخص باقي الجزء الأول. بس قبل ما بنبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم مع سيا واللي بتكون واقفة في القطر ومستمتعة بالمطر، ولما بيجي في المطر بتقول له وقفت ليه مطر، وبيظهر واحد اسمه روني وبيسمعها ويفضل يضحك عليها، ولما بتلف وشها بتلاقيه قدامها وبيكون لسه باصص لها، فبتقول له خلصت بص عليا ولا لسه؟ فبيقول لها انا واقف مستنيكي تخلصي عشان انا كمان عاوز اتكلم مع المطر. وبيفضل يضحك عليها وبيقول لها انت اكيد مجنون. وساعتها بيجي في سواق القطر مره واحده وبيحضنوا بعض بالغلط، فبتبعد عنه وبتشيل ايده من عليها وبتروح تقعد مع امها. ولما بينزل روني من القطر بيشوف سيا من الشباك وبيفضل باصص لها، ولما بتبص له بيبعت لها بوسه على الهوا، فبتدار وشها الناحيه التانية وبتفضل تضحك. وبتنزل من القطر وبتروح له وبتقول له اوعى تكون فاكر لما تفضل باصص لي كده هقع في حبك. فبيقول لها بالسرعه دي انا لسه ببتدي، فبتضحك وبتسيبه وبتمشي. وبعد كده بيشوفها واحد اسمه راغو وبيعجب بيها، وراغو ده بيكون زعيم عصابة. وبعد كده بيركب روني وسيا القطر. وبعد كده سيا بتكتشف إن أبوها مش موجود معاهم في القطر، وبتقول له روني أبويا مش موجود وشكله مركبش معنا القطر. فبيقول لها ما تقلقيش وأنا هنزل بنفسي أدور عليه. ولكن سيا بتلاقي أبوها قدامها وبيطلع موجود في القطر، وبتفضل تنادي على روني وبتقول له أبويا موجود في القطر. وساعتها بيجي روني ورا القطر بس بيتكعبل وبيقع على الأرض، وبيزعلوا هما الاتنين عشان مش هيشوفوا بعض تاني. وبعد كده بيروح راغو أكاديمية تعليم الفنون القتالية، وبيروح روني نفس الأكاديمية وبيدخل القاعة على المعلم بيكون مع الطلاب بتوعه عشان يدربهم على اليوجا. وبيقاطعهم روني وبيقول له المعلم أبويا بعت لك الرسالة دي، وبنعرف إن أبو روني والمعلم كانوا أصحاب من زمان. وبيكون مكتوب في الرسالة لو أنت بتقرا الرسالة دي دلوقتي هكون أنا ميت. وبيقول له إن ابن روني مش بيسمع لأي حد ومش بيهتم لأي حاجة غير القتال، وإنه لما يموت مش هيبقى مرتاح وهيبقى قلقان عليه. وبيوصيه على روني إنه ياخد باله منه كويس ويهتم بيه. وبعد ما المعلم بيقرا الرسالة بيروح لروني وبيقول له أنت عندك كام سنة؟ فبيقول له روني أنا عندي 23 سنة. فالمعلم بيقول له أنا عندي 68 سنة. وروني بيفضل يضحك وبيكون مش مصدق. فالمعلم بيقول له أنا شايفك مهتم بالقتال. وروني بيقول له بس مع اللي بيحب يعمل معايا مشاكل. والمعلم بيمسكه من ايده وبيرميه على الارض، والمعلم بيقول له شكلك كده لسه مش مستعد. بس روني بيقوم وبيقول له انا مش اما اضرب ولا الاطفال ولا الستات ولا العواجيز اللي زيك. فالمعلم بيقول له طب حاول كده. روني بيقول له ما تجبرنيش اعمل حاجه انا مش بحبها. ولسه بيرفع ايده راح المعلم مسكه من ايده ورماه على الارض تاني. وراح المعلم جايله له اوضتك رقم 29 وتنام بعد ما انا منام وتصحى بعد ما انا مصحى. وبيروح روني الأوضة بتاعته وبيقابل هناك واحد اسمه رومن، وبيعرف رومن على طفل اسمه سيبهو. والطفل ده بيكون مش بيتكلم، وبيسأله روني على السرير والتلاجة والتكييف. بس رومن بيقول له إن مفيش حاجة من اللي أنت قلتها دي هنا. وبيقول له روني طب مفيش أكل؟ ورومن بيقول له ما أنت اللي هتطبخ بنفسك وهتطبخ لنا كلنا كمان، لأن النهاردة في سباق قوارب وكل الطلاب هيكونوا هناك وبيبدأ السباق. وبيكون راغو مشارك في السباق، وبتكون سيا موجودة ضمن الجماهير وبتشجعه. أول ما راغو بيشوفها بيفضل يبص لها، والجارب بتاعه بيكون ماشي ببطء. بس سيا بتشجعه وبيركز في السباق وبيقدر إنه يكسب. وبدل ما يروح يستلم الكاس راح يدور على سيا بس مقدرش يلاقيها. وسيا بتكون ماشية في الشارع وراجعة على بيتها، وروني بيكون ماسك الأكل وبيعدوا من جنب بعض بس محدش فيهم بيشوف التاني. وساعتها المطر بينزل وسيا بتكون مستمتعة جدا بالمطر، وبيشوفها روني ساعتها وبيروح لها. وأول ما بتشوفه بتقول له أنت تاني؟ فبيقول لها معنى كده أنت لسه فاكراني؟ فبتقول له أنسى إزاي، أنا كنت زعلانة جدا عشان ما قدرتش تركب القطر بسببي. فروني بيقول لها على فكرة أنا مركبتش القطر بمزاجي، لأن إزاي أركب القطر ومفهوش ولا بنت جميلة؟ فسيا بتضحك وبتسيبه وتمشي. وروني بيجري وراها وبيقول لها انت موراكيش حاجة غير انك تتبلي بالمطر. وسيا بتقول له انت موراكش اي حاجة غير انك تمشي ورايا. فبيقول لها روني احنا كل ما بنتقابل الدنيا بتكون بتمطر واكيد نصيبنا نشوف بعض. وبيشاور لها على منارة وبيقول لسيا تعال نروح هناك دلوقتي لان المدينة بتكون منظرها جميل من فوق. بس المطر ساعتها بيقف وسيا بتسيبه وبتمشي. ولكن قبل ما بتمشي بيمسك ايديها وبيقول لها لو لينا نصيب اننا نشوف بعض تاني هنتقابل هناك لما الدنيا تمطر. وسيا بتقول له ممكن وبتسيبه وبتمشي. وبنرجع للأكاديمية اللي بيكون فيها راغو بيتدرب، ورونو بيشوفه وبينبهر بيه. بس راغو وهو بيتدرب بيفتكر سيا وبيسرح، والطالب اللي قدامه بيستغل ده وبيعوره في صدره.
فبيتعصب راغو وبيضربه جامد، لكن المعلم بيتدخل وبيقوله ده ميعاد نوم الطلاب، وبيروحوا كلهم للنوم ما عدا روني اللي بيسهر برا هو وأصحابه. وبالصدفة بيقابل أبو سير وبيتعرفوا على بعض وبيحكيله على البنت اللي بيحبها، وبيقعدوا يسكروا كلهم. وتاني يوم بيكون روني نايم لوقت متأخر، فبيجي مساعد المعلم بتاعه وبيصحيه، وبيفضل يشتغل ويحضر لهم الأكل وبيرن الجرس ويمسح الأرض لحد ما في يوم المطر بينزل وروني وسيا بيفرحوا جدا. وسيا بتكون خارجة من البيت وبتلاقي راغو قدامها، وأبو سيا بيقعد معاه وبيسأله أبوك ليه مجاش معاك عشان يطلبها مني، وبيقول له أنا بنتي ناس كتيرة بتتقدم لها بس أنا عايزها تمثل وتبقى نجمة. وراغو ساعتها بيطلع له شنطة مليانة فلوس كتير، وأول ما أبو سيا بيشوف الفلوس بيقف فورا وبيوافق. وفي نفس الوقت بتكون سيا راحت للمنارة اللي اتفقت هي وروني هيروحوها، وما كانتش عارفة باللي حصل مع أبوها، وبتفضل مستنية روني كتير، وبيكون روني على الناحية التانية بس ما بيقدروش يشوفوا بعض. وبتفضل تكلم في السحاب وبتقول لها روح نضطر عند بيته يمكن يعرف إننا هنا ومستنياه. وقتها بيسمعها روني وبيفرح وبيعرف إنها موجودة، وقبل ما بتمشي بتلاحظ إنه موجود، فبيقول لها خلصت كلام مع السحاب؟ لو خلصت أنا كمان عايز أتكلم مع السحاب. وبيفضلوا يضحكوا هما الاتنين، وبعد كده بيخرجوا مع بعض وبيقعوا في حب بعض. وسيا بتديه خاتم وبتقول له ما تخلعوش من إيدك أبدا. وبيفضل روني يسكر وبيروح الأكاديمية وهو سكران، وبيشوف المعلم وبيقول له أنت مش قاعد في فندق. فبيقول له روني أنا مجيتش هنا بمزاجي، وبالرغم كده أنت مش بتدربني ولا بتعلمني أي حاجة، وأنا هروح أتعلم كاراتيه أحسن من الشاولين بتاعكم ده. بس قبل ما يمشي روني بيقول له إن في واحد هندي هو اللي راح الصين وهو اللي أسس معهد الشاولين وعلم الصينيين 80 مهارة، وكل الناس بيتدربوا عليها من سنين. وبيروح له وبيضربه في بطنه وبيخليه يرجع كل اللي شربه، وبيمسكه من ايده وبيوقفه قدام المراية، وبيقول له الغزالة لما تصحى في الصبح بتقول لنفسها لو ما جرتش النهاردة بسرعة هتقتل، والأسد بيقول له نفسه لو ما جرتش النهاردة بسرعة هموت من الجوع. وبيقول له انت كمان لازم تجري ورا هدفك وتكون شجاع. فبيسأله المعلم عاوز تكمل في التدريب ولا ترجع لبيتك؟ فبيقول له روني فين التدريب ده، انت دربتني من ساعة ما جيت. ولما المعلم بيحاول يضرب روني بيصد كل ضربات، وبيعرف روني إن كل الشغل اللي كان بيشتغله كان تدريب ليه. فالمعلم بيقول له أنت من أول يوم هنا وأنت بتتدرب. فبيفرح روني وبيعتذر للمعلم، وبيبدأ روني تدريب وكل يوم يزداد سرعة وقوة. وبيفضل المعلم يدربه وبيديه كل خبراته عشان يبقى أحسن واحد، وبيقاتل روني كل الطلاب وبيقدر يتغلب عليهم. وبيكون راغو شايف روني وهو بيتدرب، فبيروح له وبيقول له أنت بقيت قوي جدا. والمعلم بيروح يحضر روني عشان اجتهد وكان قد المسؤولية. وفي يوم بيكون روني وسيا مع بعض، وروني بيكون بيشتري هدية للمعلم بتاعه، بس سيا بتشوف أبوها وبتلف وشها عشان ما تشوفوش. فبيقول لها روني هو ده أبوكي؟ فبتقول له آه. فبيوقف لها توك توك وبيركبها وبتمشي بسرعة. وبيروح لأبو سيا وبيقول له ليه أنت مشيت حبيبتك قبل ما أتعرف عليها؟ وبيكون مش عارف إنها بنته سيا، وبيقول له المرة الجاية هعرفك عليها. فبيقول له أبو سيا يلا بينا نشرب، بس روني بيقول له أنا بطلت الشرب. وقبل ما بيمشي أبو سيف بيشوف الخاتم بتاع بنته وبيعرف إنها حبيبته، فبيهدى وبيفهم إنها بنته اللي بيحبها روني، وبيحاول ياخد الخاتم من إيده لكن روني بيمنعه. وبيروح أبو سيا لراغو وبيحكي له على كل اللي حصل، وراغو بيقول له إن أنا هتجوز سيا حتى لو اضطريت أقتل روني. بس أبوه بيمنعه وبيقول له أنت بقوتك تقدر تفوز على أي حد وممكن تقتله، بس الحب الحاجة الوحيدة اللي عمرها ما بتيجي بالقوة. وبيقول له أنا مش هسمح لك تظلم أي حد طول ما أنا عايش. فبيتعصب راغو من كلامه وبيحط له سم في الأكل وبيقتله، وبيأمر رجالته إنه يجيبوا روني. ورجالته بتروح لروني وبتقول له راغو عايزك، وروني بيقول لهم أنا هاجي معاكم بس بعد ما سيبه يخلص الآيس كريم. ولكن هما ماشيين بيخطفوا سيبه، وبيفضل روني يجري وراهم لحد ما بيوصل لهم ويفضل يحدفوا سيبه لبعض لحد ما راسه بتتخبط في العربية. وأول ما روني بيشوف الدم اللي في راس سيبه بيتعصب ويفضل يضرب فيهم، لكن العصابة بيفضلوا يهددوه إنهم يرموه من فوق. فبيرمي روني طوبة على الراجل اللي ماسك سيبه وبيقع من فوق، بس روني بيقدر يمسكه وبينقذ حياته في آخر لحظة. ولما العصابة بتنزل لروني بيكون متعصب وبيفضل يضرب فيهم، وبيكون خلاص هيقتل الزعيم بتاعهم بس سيبه بيوقفه لأنه بيكون خايف من اللي بيحصل. وساعتها راغو بيفصل وبيفضل يضرب روني، ولما روني بيحاول إنه يضربه راغو بيصد كل ضرباته لأنه أقوى منه بكتير، وبيحاول راغو إنه يقتله بس روني بيضربه في دماغه وبيقدر إنه يهرب منه. وبيلاقي روني رجالة راغو جايين عليه فبيجري على البنزيمة،
وبياخد خرطوم البنزين ويفضل يرش عليها، وبيطلع ولاعة وبيسأل راغو بتتخانق معايا ليه؟ الطفل ده عمل لك إيه عشان تخطفه؟ فبيقول له راغو أنت السبب في كل ده لأنك دخلت حياة سيا وأنا بحبها، ورونو بيقول له سيا بتحبني أنا، فراغو بيقول له الست بتحب القوي وأنت بقى مش قادر تنقذ نفسك، فإزاي هتقدر تحميها؟ ورونو بيرش على نفسه بنزين وبيقول له أنا مستعد أموت نفسي عشانها، لو أنت كمان مستعد تعالى. وراغو بيقول له أنا مستعد أقتلك دلوقتي، بس روني بيقول له أنت مستعجل على قتل لياه، دي خناقتنا لسه هتبتدي دلوقتي. وبعد كده روني بيعرف إن المعلم بتاعه مات وبيروح الجنازة بتاعته، وبيكون راغو والمساعد بتاعه شايفينه، والمساعد بتاع راغو بيقول له يلا نخلص عليها دلوقتي، بس راغو بيرفض وبيقول له بالطريقة دي هتخليه بطل في عيون سيا. فالمساعد بتاعه بيقول له بس احنا لازم نعمل أي حاجة، فراغو بيقول للمساعد بتاعه ما تقلقش في واحد هيعمل كل ده. وروني بعد كده بيروح قبر المعلم بتاعه بيفضل يعيط وبيقول له انت اللي خلتني انسان، واوعدك ان انا اعلم كل الناس اللي انت علمتهولي ومش هعمل اي غلط تاني ابدا. وبتيجي الشرطة بعدها وبتقبض على روني لانه بيكون بوظ ودايع الناس وعرض حياة الموجودين في البنزيمة للخطر. وبيشوف روني الضابط وهو بيشاور لراغو، وبيشوف أوفيسية مع راغو في العربية، وبيفهم روني إن راغو وأبوسية هما اللي مخططين للموضوع ده. ولما بيطلع روني من السجن بيروح على سيا وبيقول لها على كل اللي حصل، وبيقول لها إن أبوك وراغو هما اللي ورطوني في الموضوع ده عشان عاوزين نبعد عنك. لكن سيا ساعتها بتقول له أنت مجنون، هو لو عايزنا نبعد عن بعض هيروح يدفع لك الكفالة ليه؟ فبيقول لها هو عمل كده عشان ما تصدقيش كلامي. وسيا بتقول له أنت متعرفش أنا إيه بالنسبة لأبويا، أكيد مستحيل يعمل كده. فروني بيقول لها أنت على ما تفهمي هيكون الوقت اتأخر، وبيقول لها أنا قررت أتبع التعليمات اللي المعلم بتاعي علمها لي، وبيقول لها أنا هسافر والقطر بتاعي هيمشي الساعة 6، ولو جيتي تودعيني هفهم إنك بتحبيني زي ما أنا بحبك. وبيسيبها وبيمشي، وسيا بتروح لأمها وجدتها وبتحكي لهم على كل اللي حصل، بتفضل تعيط وجدتها بتهديها وبتقول لها ما تخافيش أبوك راح يجيب رونا عشان كل حاجة تتحل. بس بيكون أبو سيا واقف بره وسامع كل حاجة، وبعدها بيقطع هدومه وبيضرب نفسه في الحيط. ولما بيدخل عليهم هو بالمنظر ده بتقول له سيا مين اللي عمل فيك كده؟ وبيقول لها روني أنا كنت بشرح له إنه فاهم الموضوع غلط، ولما طلبت منه إن يرجع معايا وفهم الموضوع راح ضربني ورمى الخاتم بتاعك في وشي. فبتاخد سيا الخاتم وهي مصدومة وبتقول له خلاص احنا مش هنعيش هنا، ومن بكرة لازم نسافر أي بلد تاني. وفي نفس الوقت بيكون روني قاعد في محطة القطر وهو وسيبه، وكان مستني سيا تيجي تودعه بس مش بتيجي. ولما بيجي القطر بيركب هو وسيبه وبيمشي من المكان، وبيكون أبو سيا فرحان وبنعرف إنه كدب عليها واداها خاتم تاني شبه اللي لابسه روني عشان تصدق كلامه، وبتسافر سيا لبلد تاني عشان تكمل حياتها، وراغو بيدور عليها لحد ما بيلقاها. وبتكون سيا دخلت مجال التمثيل وبتمثل في فيلم أكشن، وراغو بيقدر يوصل للمكان اللي هي بتمثل فيه، وبيلاقي أبو سيا قدامه. أول ما بيشوفه بيضربه بالقلم على وشه عشان كل ده ما أقنعهاش إنها تتجوزه. ولما سيا بتسمع صوت برا بتطلع وتتفاجأ إن راغو قدامها، فبيخطفها راغو وبيسافر بيها على تايلاند. وفي الوقت ده المنتج بتاع الفيلم وأبو سيا بيروحوا لقسم الشرطة، لكن الضابط بيقول لهم إنهم مش قد راغو وما يقدروش يعملوا أي حاجة معاه. ولما بيروح العضو مجلس الشعب بيقول لهم إنه مش هيقدر يساعدهم برضه لأنه بيكسبوا في الانتخابات. بس راغو ساعتها بيكون وصل تايلاند وبيحبسها في مبنى بتاعه وبيحط عليها حراسة مشددة. وبيروح أبو سيا والمنتج لمسؤول كبير في البلد، فبيقول لهم إنهم مش هيقدروا يعملوا أي حاجة معاه ده لأنه سافر برا البلد، وإنهم ملهمش أي سلطة في تايلاند. وبيقول لهم إنه هيبلغ المسؤولين عن القضية بس الموضوع هياخد وقت شوية. وبيكون المنتج ساعتها زعلان على الفيلم بتاعه، وبيقول لأبو سيا إنه مش هيقدر حد يساعدهم، بس أبو سيا بيقول له مفيش غير شخص واحد بس هو اللي هيقدر ينقذها، وبيكون الشخص ده هو روني، واللي وقتها بيكون طور نفسه أكتر في القتال. وبيجيله مكالمة من المستشفى اللي بيتعالج فيها سيبه، والدكتور بيقول له روني إن سيبه محتاج عملية كبيرة عشان يقدر يرجع يتكلم، وإنه لازم يجيب الفلوس في أسرع وقت عشان الدكتور اللي هيعمل له العملية مش هيقعد كتير في الهند. ورونو بيقعد يفكر ويقول هجيب الفلوس دي ازاي. وبعد كده بيوصل أبو سيا والمنتج عند روني، وبيستخبى أبو سيا وبيروح للمنتج وبيعرفه على نفسه وبيقول له أنا بطلة الفيلم بتاعي اتخطفت، وفي المقابل هديك كل الفلوس اللي انت عايزها.
وبيوريله صورتها وبيعرف إنها سيا، ولما بيشوفها بيرفض وبيمشي، وقبل ما بيمشي روني بيفتكر كل ذكرياته مع سيا، وبيفتكر كمان عملية سيبهم. وبيجي المنتج وبيقول له غيرت رأيك ولا لسه؟ فبيقول له روني أنا موافق أرجعها، بس هعمل كل ده بسبب الفلوس بس. وبيفضل روني يجمع معلومات عن راغو والحارس بتاعه، وبيقرر إنه يسافر تايلاند. وفي الوقت ده بتكون سيا محبوسة في أوضة وعمال بتكسر في كل حاجة، وبيدخل عليها راغ وبيفضل يهديها وبيقول لها أنا عارف إنك خايفة عشان انت في مكان جديد وداخلة على حياة جديدة. فبتقول له أنا هقتلك في أقرب فرصة هتجيلي. ولما بيقرب منها بتخاف، فبيقول لها ما تخافيش أنا مش هلمسك غير لما نتجوز. فبتقول له سيا ده مش هيحصل أبدا. فبيقول لها راغو دي مدينتي ومش هيعرف حد ينقذك. وفي الوقت ده بيكون روني وصل تايلاند وبيروح على حلبة قتال كبيرة وبيقاتل أقوى واحد فيهم، وكل الناس اللي كانت موجودة كانت مراهنة بفلوس كتير على الشخص التاني ده، بس روني بضربة واحدة بيوقعه على الأرض. وبكده بيكون روني كسب القتال، وبيكون روني رايح الحلبة عشان يوصل لشخص اسمه جيم، وده بيكون صاحب الحارس ومن أفراد راغو. وجيم بيكون متعصب جدا عشان روني كسب، لأنه خسر فلوس كتيرة كان مراهن بيها. فبيصوره بالتليفون بتاعه وبيفضل يدور عليه لحد ما بيلقاه، وبيروح له هو ورجالته بيته وبيفضل يجري وراه في الشارع، وبيفضل روني يضرب فيهم وبيقدر إنه يخلص عليهم. وبعد كده بيجي جيم وبيرفع عليه مسدس، بس بيقدر روني ياخد منه المسدس وبيرفعه عليه، وبيسأل على بيجو فبيضطر يقول له مكانه. وبيجو ده واحد من رجالة راغو، وبيوصل روني البيت بيجو وبيدخل عليه وبيضربه وبيسأله عن مكان سيا. ولما مش بيرضى بيجو يقول له بيرفع مسدس على مراته، فبيقول له بيجو إنه راغو خطير جدا ومحدش يقدر عليه. ولما روني بيفضل مصمم إنه يعرف بيقول له بيجو على المكان اللي حابس فيه سيا، وبيقول له المبنى هيكون عليه حراسة مشددة وأجهزة إنذار لدرجة محدش يقدر يعديها، وكل دول فيه رجالة من أمهر المقاتلين، ودول مدربين على القتال بالسيوف وأبطال العالم في الكاراتيه. وبيقول له لو عديت من كل ده هتلاقي يونج، وده عبارة عن ماكينة قتل صينية. وبيقول له آخر دور ده لو قدرت توصل له هو ده بيت راغو واللي حابس فيه سيا. وفي الوقت ده بيدخل راغو على سيا وبيلبسها عقد كان جايبهولها، ولما بتلاقيه في وشها بتتخض وبتضربه، وبيدخل الحراس عشان يحوشوها، فبتضربهم هما كمان. وبيجي واحد من الحراس وبيضربها على دماغها لحد ما تفقد الوعي. وبينتقل بينا المشهد وراغو بيتصل على بيجو وبيقول له إن سيا في المستشفى. ولما روني بيسأله فين المستشفى دي بيجو مش مرضى يقول له، فبيقتل روني مراته قدامه. وبيقدر روني يعرف مكان المستشفى ده لأنه خاطف جيم وحطه في شنطة العربية. وبيقدر يدخل المستشفى وبيتنكر في شكل دكتور، وبيدخل قدسية وأول ما بتشوفه بتتفاجئ. وبعد كده بياخدها وبيمشي من المكان. بس وقتها جيم اللي محبوس في العربية بيتصل على يونج وبيقول له في حد حبسني في شنطة العربية ودخل المستشفى. ولما يونج بيسأله مين اللي عمل كده بيسمعوا راغو في الوقت ده وبيعرف إنه روني، وبياخد رجالته وبيجري على أوضة السيا. بس روني وسيا وهما ماشيين بيشوفهم راغو وبيشك فيهم، وبيرفع عليهم المسدس وبيقول لهم ما تتحركوش، وبيطلب منهم يشيلوا الماسك اللي على وشه. لكن روني بيحط السكين على رقبة سيا وبيهدد راجو إن لو اتحرك هو واللي معاه هيقتلها، وبيقول لهم يحطوا الأسلحة بتاعتهم على الأرض. وبيركب الأسانسير وبيهرب بيها وبيقدر إنه يركب تاكسي، وبيمشي من المكان بسرعة. وبيركب روني وسيا المركب وبيفضلوا يبصوا لبعض وبيفتكروا ذكرياتهم سوا، وبيوصلوا للجزيرة عشان يقعدوا فيها. وساعتها بيقول لها روني أنا آسف إني وريتك الوش التاني، وسيا بتقول له أنا ما قلتلكش تعالى انقذني. وروني بيقول لها أنا ما جيتش عشانك، أنا جيت عشان الفلوس. فبتتضايق سيا وبتقول له أنا ما كنتش محتاجاه وكنت هعرف أهرب لوحدي. وروني كان لسه هيمشي وفجأة الدنيا بتمطر وبيقلع القميص اللي لابسه وبيلبسهولها. وفي الوقت ده سيا بتشوف الخاتم بتاعها في ايده وبتتفاجأ ساعتها وبتحكي لروني على كل اللي حصل، وهو كمان بيفضل يحكي لها على كل اللي حصل معاه. وبيرجعوا لبعض تاني، وساعتها بيوصل رجالة راغو وبيضربوا روني على دماغه وبياخدوا سيا. وبيجي يونج وبيكون معاه بيجو عشان ينتقم لمرض. وبيوصل راغو هو كمان وبيؤمر يونج وجيم يخلصوا عليه، وبيطلع جيم المسدس وبينتقم لمرضه وبيقتل رونو. وساعتها بتفضل سيا بتفتكر ذكرياتهم وبتنهار وبياخدها راغو وبيروح على بيته وبيقول لسيا تعالي نبدأ حياة جديدة ونتجوز بدل ما اقتلك وابعتك لحبيبك. وفجأة الدنيا بتمطر وبتحس سيا إن لسه رونو عايش، وبتقول لراغو أنا مش مضطر أروح أي مكان لأن رونو هو اللي جاي لحد عندي. وبيضحك راغو ساعتها وبيستهزئ بكلامها. وفعلا ساعتها روني بيكون لسه عايش وبيطلع المبنى وبيفضل يخلص على كل رجالة راغو، وكل واحد بيقابله بيفضل يضرب فيه لحد ما يقتله. وبيشوف راغو في الكاميرات وبيعرف إن جيم خدعه وما قتلهوش، وبيقول له جيم لأنه هو على حق
وبنعرف إن روني ما قتلش مرات جيم لما كان عنده في البيت، وده اللي خلى راغو يقتل جيم. وبيخلص روني على باقي رجالة راغو، وبتروح لسي عشان تساعده، وبيقابل يونج وبيفضل يضرب فيه، وبيقول ليونج انت فاكر انك هتقدر عليا بالقتال الهندي ده؟ انا بقى هوري لك القتال الصيني. وبيفضل يضرب وبيكون واضح انه اقوى منه، بس بيقدر روني انه يتغلب عليه، وبيضربه وبيقول له قبل ما يقتله هي كده البضاعة الصيني ما بتقعدش كتير. وسيا بتقول له ساعتها يلا بينا نهرب من هنا بسرعة، بس روني بيقول لها ساعتها مش هينفع واحد فينا بس اللي هيخرج من هنا، يا إما أنا يا إما هو. وبيروحوا هما الاتنين لراغو، وساعتها راغو بيقول لروني محدش بيبقى بطل في 4 شهور بس، وانت محتاج سنين عشان تبقى بطل زيي. بس روني بيقول له في فرق بين الحصان والحمار. وراغو أول ما بيسمع الكلام ده بيضرب روني، ولما بتحاول سيا تضربه بيضربها هي كمان، وبيفضل روني وراغو بيضربوا في بعض، بس راغو بيكون أقوى منه، وبيوقع روني على الأرض، وبيقول له وهو واقع على الأرض هو ده آخرك؟ ده أنا قتلت أبويا عشان أقدر أتجوز سيا. بس أول ما بيسمع روني الكلام ده بيقوم وبيقول له المعلم لسه عايش، وبيقول له انت ممكن تكون من دمه بس انا تعليمي كله بيجري في دمي. وبيقول له رغم واضح بعدد المرات اللي انت كنت فيها على الارض وانا كنت واقف على رجلي. وبيبدأ روني يعمل كل الحركات اللي اتعلمها من المعلم، وبيفضل يضرب في راغو لحد ما بيضربه ضربة قوية وبيوقعه على الأرض، وبيكسر له رقبته والقفص الصدري وعموده الفقري، وفي الآخر بيكسر له جمجمته. وبعد كده بيموت وبيرجع هو وسيا المكاديمية تاني، وبيعمل تمثال للمعلم بتاعه، وبيقرر إنه يعلم الطلاب فنون القتال. وبس كده بيخلص فيلمنا للنهاردة. لو عايزين فيلم جديد اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فاخر من الآخر، يلا سلام.